مساء الفل عليكم. طبعا احنا لسه في سيوة وباين جدا من المكان الجميل والطراز السيوي الأصيل. احنا قاعدين لسه في سيوة. دلوقتي هنعمل لقاء مع الشيخ عمر. الشيخ عمر يعني من الشيوخ القديمة هنا في سيوة، وهيكلمنا عن سيوة بالتفاصيل، وهنعرف حاجات كتير قوي 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 تمام ما كناش عارفينها. فالأحسن ان احنا نشوف سيوة بعيون أهلها. ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي. عامل ايه؟ نورتي سيوه. ربنا يخليك، دي منوره باهلها. انا مش عايزه اسيب هنا. ربنا يخليك. اهلا وسهلا بيكم. اهلا وسهلا بيكم. ربنا يبارك لك يا رب. هي دي سيوه من قبل التاريخ، يعني قبل ما يوثق التاريخ لقوا اثار اقدام من ملايين السنين. وسيوه في عصر الفراعنه والتاريخ المشهور عن سيوه زياره الاسكندر الاكبر، اليونان وازاي عاشوا في سيوه. فسيوه تاريخ حافل بذكريات كبيره جدا واحداث عظيمه جدا، زي اهلاك جيش قمبيز في بحر الرمال. لكن المجتمع اللي حضرتك مشرفاه دلوقتي هو المجتمع السيوي، ده خليط من البدو والامازيغ. يمكن كثير من المصريين ما يعرفوش مين هم الامازيغ. عايزين نعرف الامازيغ. ايوه عايزين نعرف. الامازيغ هم الشعب الحر. الكلمة نفسها لو ترجمناها للغة العربية هو الشعب الحر. والأمازيغ حكموا مصر في عهد الفراعنة، ولكن الأمازيغ الموجودين حاليين دول نزحوا من شمال أفريقيا بعد الفتوحات الإسلامية وجم لسيوة بقصد الرعي. وهم قبائل بيسموهم قبائل الشاوية، وجم سيوة لما حصل عندهم جفاف في شمال أفريقيا بعد الفتوحات الإسلامية، واللي وصف لهم سيوة الحجيج اللي بيمر عن طريق سيوة وبيطلع على مكة. فجم الأمازيغ بقصد الرعي الواحد سيوة. لما وصلوا الواحة لقوا المقصد وعاشوا فيها، لكن كان في قبائل مجاورة بتيجي في أوقات بتجمع ثمار الزراعات اللي زرعوها الرومان زمان، أو تقطع الطرق على القوافل التجارية، أو بتهجم على الناس الموجودة وبتاخد خيراتهم يعني. فتأثروا قبائل الأمازيغ اللي جم من شمال أفريقيا بالهجمة دي. لما تأثروا بالهجمة دي بنوا القلعة اللي حضرتك بتشرحيها دلوقتي، اللي هي قلعة سيوة أو أدرار شال. أدرار شال باللغة الأمازيغية يعني جبل المدينة. هم جم على سفح جبل علشان يبنوا فيه أو يبنوا عليه، ويشوفوا أي حد من قبائل جاي من بعيد يقدروا يشاهدوه عن بعد عشان يهيئوا نفسهم ويجهزوا نفسهم. فبنوا أدرار شال أو قلعة شالي بطوابق متعددة. عمل شوارع أزقة علشان هم عددهم قليل، فلو جم جماعات كبيرة عشان يخشوا عليهم فرادى مش مجموعات ويعرفوا يقضوا عليهم، عملوا لنفسهم باب سموه الباب شال أو باب المدينة. بيفتح عليهم ساعة الشروق ويقفلوا على نفسهم ساعة الغروب. فعاشوا في المكان ده وعملوا حياتهم اليومية كلها في القلعة دي. لما جم البدو أو العرب أو الجوار جم علشان يعني للمنطقة تاني، لقوا ناس عايشين في أمان، فطلبوا منهم الجوار وقبلوهم كجيرة، لأن الأمازيغ يقبل الجيرة. وعاشوا البدو والأمازيغ في القلعة دي فترة طويلة من الزمن، وكانوا حياتهم المعيشية كلها في القلعة. كانت أصغر من كده صح؟ ولا هي كانت كده كلها كده مع بعضها وكانوا هم قليلين؟ هم الأمازيغ اللي طلعوا أو بنوا القلعة يقال إنهم 40 واحد اللي فضل منهم، لأن كتير قتل منهم في هجمات. لكن الموجود كانوا عدد قليل، وبعد كده ابتدوا ييجوا، وكل ما ييجوا ناس تانية عليهم سواء من الأمازيغ أو من البدو يقبلوه كجار ويبني جنبهم لأن مباني الأمازيغ زي ما حضرتك شايفة ملصقة، مش زي البدو بعيد عن بعض، لا ملصقة. فيبني جنبيهم لحد لما بقى الشكل اللي احنا اللي وثق لحد دلوقتي موجود، اللي تم عليه ترميم في الفترة اللي فاتت. ولما لما عاشوا وأمنوا نفسهم والناس بقت تجي لهم بأمان مش بحروب، بنوا لنفسهم على حافة القلعة مسجد اللي هو الجامع العتيق. أيوه هو اللي هو ده اسمه الجامع العتيق، يعني الجامع القديم، لأنه هو أول جامع واتبنى سنة 600 هجري غالبا.
بنوا المسجد ده، وابتدوا يصلوا فيه ويعيشوا حياتهم فيه، لأن كلهم مسلمين، وعاشوا في القلعة دي في أمان إلى أن دخلت الأنظمة وأمنت المنطقة. ابتدوا ينزلوا ويبنوا في سيوة اللي حضرتك وكبرت سيوة. نعم. هي حد سماها سيوة ولا هي كانت متسمية سيوة؟ هي لها أسماء قديمة زي واحة أمون، زي سنترية، لها أسماء كثيرة جدا. الواحة الأقصى برضو من أسمائها، لكن الاسم اللي احنا انتقل لنا كان سيوة بالألف، ودلوقتي سيوة بالهاء مربوطة بنقولوا عليه سيوة. هي دي واحة سيوة اللي فيها خليط من البدو والأمازيغ بامتزاج وحضارات، والمجتمع بتاعهم اللي هو منتشر في الواحة في سيوة كلها. احنا 11 قبيلة عايشين في المنطقة. كل قبيلة بيبقى لها شيخ قبيلة لحد دلوقتي نفس القلعة ونفس الناس اللي تحت. الشيخ للقبيلة، ومع الشيخ بيبقى معاه مجلس بيسموه زمان مجلس الأعيان، ودلوقتي بيسموه العواقل، اللي هم بيدفعوهم البيوت داخل القبيلة لمعاونة الشيخ في حل المشاكل. تمام. نعم. في سيل ضرب القلعة هنا 3 أيام، أو ضرب سيوة 3 أيام، واضطروا كانوا عايشين في القلعة إن هم يمشوا منها. ده حقيقي سنة 1926. هو سيوة ندرة الأمطار، لكن كل مدى زمنية بيحصل فيها سيول. سنة 26 حصل سيل كبير جدا، وتأثر أهل سيوة بالسيول دي، وأنا حضرت في أول الثمانينات برضو سيل بنفس الوضع. وكانت البيوت كلها بالطراز السيوي. الطراز السيوي اللي هو مادة الكرشيف، اللي هي مادة الملح اللي هي في سطح التربة، والطينة اللي هي الزراعية، الطينة الحمراء الصحراوية. لحد دلوقتي بتبني بيها بيوت؟ هو لحد دلوقتي لا لحد دلوقتي بيتبني بيها بيوت، لكن معظم الناس لجأت للمباني الخرسانية علشان اللي احنا بنتكلم فيه، عشان السيول. لما انا حضرت وانا صغير في اول الثمانينات او اخر السبعينات، لما حصل السيل ده، كان كلنا في سيوة، وما كناش في القلعة، كنا في الأدرار في المنطقة المجاورة للقلعة. لكن كل طلعنا من بيوتنا لأن البيوت ما تستحملش، والسقف كان بجذوع النخل. ونزلنا على المسجد الكبير اللي بناه الملك، أو على مدرسة أمون اللي بناها الملك، أو على الكهوف الفرعونية والرومانية الموجودة، واستخبينا من السيول. نعم. طيب عايزاك تكلمني على عادات وتقاليد سيوة. نعم. عادات والتقاليد، الستات هنا بتعمل ايه؟ عاداتهم وتقاليدهم ايه؟ برضو نحب نعرف العادات والتقاليد بتاعتها. صحيح. هي سيوة لها عادات وتقاليد تختلف عن المنطقة كلها. ومن العادات والتقاليد ان كل مشاكلنا بنحلوها في المجالس العرفية اللي بيرأسها شيخ القبيلة وعواقل القبيلة. ده رقم 1. 2 إن لنا أعياد متعارف عليها أهل سيوة، عيد الصلح، زي عيد، هو عيد اسمه عيد السياحة أو السياحة أو الساحة بالنطق الصحيح، لأن دي طريقة من الطرق الصوفية. السياحة عندنا إن السياح يجوا يزوروا المكان، دي السياحة. لكن المقصود لا تانية. ده عشان كنت فاهمة غلط. لا صحيح. وكتير ناس بتفهم عندها المفهوم اللي عند حضرتك، إن السياحة باللغة السوية أو الساحة باللغة العربية، إن طريقة من الطرق الصوفية اسمها الطريقة المدنية. لما الشيخ بتاعهم جاء سيوة وشاف المجتمع السيوي، حب يعمل لهم تجمع ومودة وتآلف، خدهم على ساحة جبل الدكرور، وعشان كده سموها الساحة، عيد الساحة أو السياحة. وجمعوا أكلهم مع بعض، وعاشوا يوم بذكر وأكل وشرب، والناس بقى عندهم التصافي والتسامح والتصالح فيما بينهم.
فهو ده العيد، واحتفظوا به أهل سيوة، أو نفس الطريقة دي احتفظت به لحد يومنا هذا. إن بيجي في الليالي القمرية بتاعت شهر أكتوبر أو نوفمبر، بيحددوا بقى 3 أيام بقى مش يوم واحد، بيعلنوا على السياحة، بتجمع سيوة كلها أكلهم مع بعض، وبيطلعوا على ساحة جبل دكرور، وبيقضوا 3 أيام بأكل وشرب وذكر. وهم ده بيعتبروه لنفسهم. الرجالة بس؟ لا، البنات والأولاد الصغيرين. والرجال الصغيرين. لكن النساء لسيوة النساء لهم وضع خاص. برضو نصنفه في العادات والتقاليد، ان الراجل خارج البيت والست داخل البيت. هو ده بقى اللي انا حاسه ان مش شايفه ستات بتخرج كتير هنا، يعني نادرا ما شفت ست ماشيه في سيوه. ده من العادات والتقاليد، من العادات والتقاليد. ان الست هي حياتها داخل البيت، وهي زي ستات زمان عندكم بالظبط كده. لان احنا قاعده في البيت بتعمل الاكل لاولادها ولجوزها، يجي جوزها بقى تشوف ايه اللي يريحه. الكلام ده لسه موجود في سيوة. صحيح. ان الست لها البيت والراجل لها خارج البيت، وما بتختلطش الستات مع الرجاله في كتير من المناسبات، لكن لهم مناسباتهم، بيخرجوا للمناسبات بتاعتهم، وبيخرجوا للفسح بتاعتهم او الزردات بتاعتهم، وعايشين حياه هم راضيين بيها، واحنا كرجال راضيين بيها، عشان عادات وتعود. ولكن في السياحه بيحضروها الرجال والاطفال، سواء بنات او شباب. نفسي احضر الموضوع ده ان شاء الله، اجي لكم السنه الجايه واحضره باذن الله، ونتمنى تشرفونا جميعا ونسعد بيكم في الواحه. ازاي السيوي بقى؟ يعني انا لابسه ده لبس العروسه. لبس العروسه، نعم. صح، ده نعم. اللي انا عرفته. لبس ده لبس الزفاف بتاعها؟ لا، هو ده زي، هو اسمه باللغه السويه برضو ناشرح نحواق. باللغه ناشرح نحواق، اللي هو الامازيغ، بالامازيغي. ده وهو فستان بالابيض زي ما حضرتك مرتدياه ده، وفيه تطريز بالحرير الطبيعي المصبوغ بالالوان اللي بيحبوها اهل سيوه، اللي هو لون ثمرة النخيل بمراحلها، من الأخضر للأصفر للبني للأحمر، الألوان بتاعت بتاع بتاع اليوم السابع، الأبيض بتاع يوم السابع، اللي هو بعد ما تتجوز 7 يوم لما بتروح والدتها، بيسموها شماتة، بتروح عشان تفتقد بنتها في اليوم السابع. لا لازم العروسة تلبس الزي الأبيض، وده بيبقى فيه نقوش زي ما موجودة عند حضرتك. في الأول كانت دي حروف بالأمازيغية، وهي بتبقى نصائح الأم لبنتها. لكن في الأخير ابتدوا ياخدوا منها الأشكال اللي بتعجبهم كنقوش فقط يعني، لكن هي بتبقى مكتوب فيها كل نصائح اللي الأم تحب تديها لبنتها وهي بتقبل على الزواج وبتفتح بيت جديد. نعم. يعني معلومات جميلة جدا. طيب كنت عايزة أقول لحضرتك كمان، لما تشارلز بقى جه، نعم، قابلته صح؟ صحيح، قابلته. صحيح. عملت ايه بقى؟ احكي لنا بقى، عشان في موقف كوميدي كده سمعت عنه وعايزة أعرفه. صحيح. هو لما تشارلز جاء سيوة هو وكاميلا زوجته، طلب انه يقابل مشايخ سيوة، وجينا وفي القلعة قعد فين؟ أدرارة ملال، اللي هو بيسموه جعفر. الفندق اللي هو على الطبيعة اتبنى على الطراز السيوي القديم، حتى ما فيهوش كهرباء ولا بيحبوا يستخدموا التليفون، وهو تريح أعصاب. صحيح كده. صحيح كده. والله دي حاجة جميلة. وكثير من الملوك جم، وكثير من ملكة أسبانيا لما جت سيوة وجاية على 3 أيام، لما عاشت في سيوة قعدت 7 أيام، وجابت الفرقة الموسيقية من أسبانيا مخصوص علشان تستمتع بجو سيوة، لأن بترجعي مع سيوة للأزمنة اللي فاتت. لا، في هنا حاجة تخليك مش عايز تمشي، تجيب لك طاقة إيجابية كده. هي دي قاعد تجيب لك طاقة إيجابية وراحة وهدوء نفسي بشكل غير طبيعي. هو برضو الطاقة الإيجابية بتيجي مع صلاح الناس بتاعت المكان بالظبط، ومع الملح برضو بيطرد الشيطان، لأن الطاقة دي هي طاقة سلبية من الشيطان، هي طاقة ملائكية إيجابية. تمام. فالملح ده بيطرد الشيطان، وسيوة معروف فيها الملح. عايزة أقول لحضرتك، مفيش حاجة تزعلك، مفيش حاجة تضايقك، حياة طبيعية جدا، الجو نظيف،
حضرتك شايفاه كده، لكن المجتمع في اللي بيزعله في اللي بيفرحه، أيوة مجتمع بس طبيعي خالص. بص هقول لك، هنا في سيوة طبيعة أهل البلد جميلة بسيطة قوي، ولكل ما نرجع للبساطة كل ما كان أحلى، كل ما كان أحلى، كل ما كان أحلى وأحلى، وتحس إن هم جدعان وقلبهم أبيض وصافي، الناس اللي هي بتاعت زمان اللي ممكن ما تشوفهاش دلوقتي. ونتمنى أنهم ما يتغيروش لا مع بص الانفتاح وانفتاح السماء. فده بنتمنى ان الشباب في سيوة أتمنى يبقى على ده. ده. بجد شفت هنا جدعانة، كل الناس هنا تحب تخدمك بعينيها بدون أي مقابل. الحمد لله، وده دي حاجة كويسة جدا. ده من فضل ربنا على سيوة. وعشان ما نتوهش المشاهد على تشارلز أنا راجعه له، وانا هتوه ده، انا راجعه له. هو لما جاي يسلم علينا، انا حبيت ان انا اقول له ان انا شيخ قبيله. قلت له ايام عمر راجح هيد اوف ترايب ان سيوه. فهو وقف وقال لي انا ايام تشارلز هيد اوف ترايب ان ويلز. فالصحفيين كلهم خدوا الكلام ده وعملوه كتير علشان يعني انا شيخ بتاع ويلز. فاحنا ده تشارلز ضيف زي اي ضيف، لكن كنت عارفه؟ لا يعني مسبقا، يعني قبل ما يجي هنا كنت عارفه كتشارلز كشخصيه عامه، كولي عهد بريطانيا، كشخصيه عامه عارفه، لكن شخصيه ما فيش معرفه شخصيه بينه وبينه. لكن انا حبيت نعرف نفسي واقول له انا شيخ قبيله من الواحه. فهو رد ببديهيته انه هو شيخ قبيله في ويلز. وكتير كل الناس اللي بتزور سيوه بينبهروا بالطبيعه بتاعت سيوه، ما يبطلش يجيها. يعني احنا مثلا جايين في 12-13 ساعه. بص انا اول ما دخلت سيوه نسيت التعب، الحمد لله بجد. وجيتها السنه اللي فاتت وهجيها السنه الجايه، اهلا وسهلا. السنه دي مستحيل ابعد عن سيوه تاني. لكن بجد. احنا من خلال موقعك يعني نتمنى ان الناس كلها لما تيجي سيوه تحاول انها تساعدنا ان احنا نحافظ على سيوه، لان المدنيه والثقافات المختلفه اللي بتيجي سيوه احيانا بتاثر في الشباب، طبقه الشباب بالذات بتاثر في طبقه الشباب الموجوده. كتير من العادات، يعني كتير من العادات والشباب، حتى اللغه بقت تتاثر، حتى اللغه السيويه بقت تتاثر. أكيد. فاحنا حابين ان احنا نحافظ على سيوه، لان سيوه نقطه الجذب بتاعها ناسها، ونقطه الجذب بتاعها بيئتها اللي احنا موجودين فيها. نعم بص صحيح. هو انا لو رحت بلد لقيت شعبها ما بيتعاملش، مش مرتاحه معاهم او ما بيتعاملش حلو، مش هروحها تاني. صحيح. اللي بيجيبك للبلد تاني غير طبيعتها اهلها. صحيح. كتيره في سيوه لها الثقافه السيويه وتحب تحافظ على الثقافه والتراث السيوي. وزي ما الرئيس السيسي لما قال ان احنا عايزين نطور سيوه وتك على جزئيه مع الحفاظ على التراث. فاحنا بنحاول ان احنا نحافظ على التراث، وبنحاول لان ده اللي بيميز البلد، هو ده اللي بيجذب الناس، سواء من بره مصر او من داخل مصر. انا لو عايزه اجي ارتاح في عيشه هاديه وبسيطه وفيها زي اللي انا شايفاه ده، هاجي سيوه. كتير من الناس جم وعملوا بيوت هنا عشان يعيشوا الحياه اللي احنا عايشينها بالبساطه بتاعتها وبالحياه بتاعتها، مع انتمائهم للقبائل الموجوده. يعني في واحد ايطالي عايش هنا، ده برضو منتمي للقبيلة عندي، وهو بيجي لو عنده مشكلة سواء خد حقه أو انظلم فيها، لكن مع القبائل ما بيتحرك، يعني مع القبائل في أي شيء. وده شيء نتمنى نكون موجودة القبائل في القاهرة كده تصالح بين الناس. مش هتعرف تصالح بين مين ومين. يا رب يسمع مننا يا رب. فإحنا مكان فيه تاريخ قديم، واللي بيجي سيوة وده هيجربوا أي حد بيجي سيوة، بيرجع مع الزمن لقرون قديمة، بيرجع مع ناس سيوة ومكان وبيئة سيوة لأزمنة قديمة. وده يتمناه الإنسان إنه يشوف بالزبط. الأصالة في الحياة. بالزبط. أنا حتى لما جيت أقعد في فندق أو أقعد في مكان، كنت عايزة مكان فيه نفس النوع المادة والحياة السوية. حاسة إن أنا قاعدة لا في تاريخ سيوة. وعصر قديم قوي. صحيح. فأنا كنت عايزة كده، وأتمنى إن هي تفضل كده، علشان أهلا وسهلا بيكم. بجد أنا اتشرفت بحضرتك جدا. الشرف لي يا فندم. وحضرتك نورتني. أهلا وسهلا. وأنا حبيت اللقاء معاك. أهلا بحضرتك. شرف لي سيوة. ميرسي لحضرتك. وبشكر الشيخ عمر راجح، وإن شاء الله بإذن الله نفرجكم على بقية سيوة الجميلة بأماكنها الحلوة وناسها الطيبين. باي باي.